كويسه. ايه كويسه؟ في شركه محترمه على اساس ان الباقي شركات مهزأه. عايز يشتغل بمرتب محترم وكويس. ايه دي؟ تتمسك ازاي؟ عايزك انت ايديك كويس. ايه كويس دي؟ اكتب هدف ان يكون محددا. عايز دي بنت كويسه ولا كويس. مش محاضرتنا ركز خلينا في ان يكون محددا. حدد هدفك ومحدش هيقدر يحدد لك هدفك غيرك. ان يكون محددا. 3 يخصني. خلي بالك هو مني. عارفين مثال البسبوسه؟ فعايز افرح مصر. عايز افهم الناس. حلو انا فين؟ يعني في ناس يقول لك ايه؟ انا هدفي ان مصر ينزل حالها. حلو انت فين؟ انا من مصر. ايوه انت بتعمل ايه؟ ولا حاجه. هم بس حاجه. يا ريت الناس تبطل سجاير. طب انت فين؟ معرفش. انا بشرب شيشه دلوقتي. يا ريت الناس ينزلها، يا ريت الكليه ينزلها، يا ريت النظام ينزلها حاله. انت فين؟ ان يكون الهدف يخصني بتاعي انا. اخر حاجه في الهدف الشمال الحقيقي. ايه الشمال الحقيقي ده؟ ركزوا قوي بقى. هم 4 حاجات. الشمال الحقيقي. استاذ هستخدم حاجه. استاذ اقصد من الهدف بتاعي ان طالع انا مستهدفي ان انا اطلع الاولى على الكليه. طبعا ممكن اقول لك يعني ليه؟ يعني ايه؟ انا اطلع بالمادتين. في واحد هنا في الصيدله هي دي الكليه. الكلام ده كان من سنوات طويله. كنا قاعدين في المحاضره فكنا بنتكلم عن الهدف. فقال لي انا عندي قصه عايز اقولها. قلت له اتفضل. قال لي انا كنت مخلص ثانويه عامه واول ما دخلت الصيدله بقى اتنشف مقلوب. وش اول ما دخل ايه؟ انا انجح ده انا اول ما بس واول الاداره ابويا وامي عملوا فيا ايه؟ المهم قال لي فقررت السنه الجايه ان انا 9 دفعه. قلت له ليه 9؟ قال لي ما اعرفش هي جت كده وخلاص. انا 9 دفعه. اللي بديت الموضوع بجد ان هو كان 9 دفعه سنه اللي وراها. ايه الحنكه دي؟ ما اعرفش. الله يهديك. اصل مش هو عملها. ومن عباد الله من ان الله مرات يا رب عايز كده يحصل. 9 دفعه 9 دفعه. السنه اللي هو كان فيه الوقت كان هو قاعد قلت له السنه دي قال لي ان شاء الله من السنه دي من 3 الاوائل على الدفعه. هذا الشخص النهارده هو مدرس مساعد بجامعه فاروس في كليه الصيدله. حاجه ما شاء الله. حاطط مستهدف ورايح في الوجه. الشمال الحقيقي. ايه الشمال الحقيقي؟ الناس بتوع جغرافيا يقول لك احنا عندنا نوعين من الشمال. شمال حقيقي وشمال مغناطيسي. يفرق عن الحقيقي حاجات بسيطه قوي على البوسطه، انما في الواقع مئات الكيلومترات بين نقطه الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي، بعيد جدا عن بعض. ده عشان نقول ايه؟ عشان نقول ساعات الناس اللي بتحط اهدافها ما بتحطش فيه القيمه الربانيه. يعني ايه؟ يعني انت عايز تبقى غني ليه؟ عشان يزيد الناس. مثلا نفسك تجيب عربيه جيب عشان يبقى كله تحت. ده حاجه باطل؟ اذا الراجل اللي كان قصير قوي فجوز مراته طويله فقضيت راح في الدولاب وصلنا لها يلا اوصل. ليه؟ لا شمال حقيقي. يعني ايه شمال حقيقي؟ يعني انا رايح فين؟ انا رايح يا رب ليه؟ هدفي الاخير وجهك يا رب. من الاخر قل ان صلاتي ونسكي فلك ومحياي تاني ومحياي حياتي كلها. المسلمين زمان والعرب زمان اما قادوا العالم في الجولدن ايج اللي كانوا بيسموها مارك ايج في اوروبا كانت مصيبه سوداء. مصيبه سوداء فعلا. اللي يقرا تاريخ مصايب. اقل حاجه احنا وصلنا للرفاهيه اللي انت بعد ما تخلص الكليه بتاعتك قبل ما تروح البيت تروح على الحمامات العمل هي بنسميها جاكوزي، تاخد شاور، حمام بخار، حمام بخار، يعني ايا كان المهم يعني. برفانات تمام، تروح البيت نفسك نضيفه كده زي الفل. اوروبا كانوا بيستحموا مرتين او مره في السنه.
كانت تخيل واحد بقاله 3 شهور ما استحملش. فدخل شيء مفرمي لا عشان انا 3 شهور ما استحملش. لا رائع. عشان بقى 9 شهور ما استحملش. مرة في السنة. كان صعب جدا. كانوا عايشين في كوخ في الوقت اللي احنا كنا نبني القصور بشكل غير عادي وهندسة غير عادية. اللي عايز اقوله الناس دي لما تيجي تتابع المسلمين هذه الفترة، لما تيجي تتابع كتبهم تلاقي مكتوب كده: وقد وفقني الله عز وجل إلى كتابة هذا الكتاب، وقد أتميت هذا الكتاب يوم 27 من رمضان. الكتاب بيتكلم عن إيه؟ على الطب. دي كتابة كتاب القانون في الطب الميديسيني. كتاب في الفلك تلاقي نفس الخاتمة. وتلاقيهم في أيام مباركة يقول يوم الجمعة الساعة مش عارف بعد صلاة الجمعة تمرين هذا الكتاب. متدين بيحب ربنا عشان كده متفوق. محتاجين ربط بين الاثنين. زمان كان يقول لك لا صدقني لا تفوق عشان كده ملتحي يبقى معيد في الكليه لحيه وذكار محتاجين كده يعني محتاجين المتدين واحنا كلنا متدينين. احنا كلنا يعني لو جينا في النقاش النهائي بنحب ربنا عايزين الهدف بتاعنا يبقى فيه 4 حاجات مكتوب كاتبه محدد بالظبط. انا رايح فين؟ يخصني بتاعي مش بتاع الناس. اخر حاجه الشمال الحقيقي يكون مرتبط بربي. يا رب وعجلت اليك ربي لترضى. يا رب ليه رضاك. انا هحط هذا المثال عشان وفي خلال هذا الطريق هيجي الفلوس والمال والشهره وكل ده. انما في ناس بتحط اهداف في شمال مغناطيسي خاطئه. انا هدف ايه؟ فلوس ازيد الناس، عايز اجيب اغنى راجل. ليه؟ هو كده ما معاه فلوس كتير. ما ينفعش. يا رب هي رضاك. وبعدين هدف طيب قصه. طب انا كتبت الهدف بتاعي وتنزل كله تمام. انت ليه عايز توصل للهدف؟ عشان احس بالسعاده. كان في ولد بيلعب جمباز. الولد ده كان عنده مستهدف. هدفه ان هو كان يعمل 3 لفات دورانات قبل ما ينزل. دي محدش عملها في العالم. المدرب بتاعه قال له ما ينفعش، قال له راح اوصل. يا ابني ما ينفعش ان شاء الله هعملها. بدا يتكلم نعملها، بدا يلف 3 دورات وفعلا وصل. كان الولد عنده موتوسيكل. كل ما يقرب للحركه دي كل ما زاد سرعه الموتوسيكل. فمره من المرات وهو بيتمرن قدر يوصل للحركه دي ونزل واقف. اخذ الموتوسيكل بتاعه وطاير على البيت. حصلت حادثه. طار في الهواء نزل على الارض. لقى نفسه في المستشفى. رجله مكسور وقال ايه ده؟ ازاي رجلك اتكسرت وطلع ايه؟ دخل الدكتور. طبعا دكاتره زي هنا. دكاتره هناك لو عندك اي ولد انت عندك سرطان وجابك منه وتموت من الاخر. فدخل على الدكتور قال له دكتور ازاي رجلك اتكسرت؟ قال له لا رجلك ما اتكسرتش. رجلك اتدشدشت ب 17 جزء مختلف. فاضطرينا نلمها وجبنا جزء اللي فات حطيناه عليها وضمناها ويمكن تعرف تمشي تاني. الوقت حصل له اعطال غير عادي. راح للمدرب بتاعه قال له كابتن عايز ارجع تمرين. قال له اسف ما اقدرش، انت يمكن تعرف تمشي. قال له بس انا بدات ارجع هو كويس وعايز اتمرن تاني. قال له اسف. في الوقت ده بعرف على الراجل الميكانيكي. الراجل كان اصلا بطل عالم في الجمباز في وقته بس ما حدش يعرفه. فقال له انا امرنا بس بشرط. قال له ايه؟ قال له اشتغل عندي الصبح في الورشه وبعد الظهر بالليل امرنا. قال له مش فعلا بدا المرضى وبدا الولد يصور يرجع تاني. فساله سؤال الميكانيكي انت بتعمل كده ليه؟ قال له عايز اخد الميداليه الذهب في الاولمبياد. قال له ليه؟ قال له عشان احس بالسعاده. قال له كنت سعيد. قال له لو خدت الميداليه الذهب هبقى سعيد. قال له انا سؤالي مخدر انت سعيد؟ قال له انا بقول لك لو خدت الميداليه الذهب هبقى سعيد. قال له طب يلا نكمل التمرين. كمل التمرين بتاعه. في يوم قدر يوصل للحركه الرائعه اللي هو كان عايز يعملها دي. بعد ما وصل ليها قال له النهارده بقيت مستعد ان انا اوريك مكان كان المفترض اوريه لك اول مدينه. قال له مكان ايه؟ قال له هو اخذ وبدا يمشي فيه في الجبال منظر غير حاسس. الولد فرحان جدا. هشوف مكان المدرب بتاعه كان مفترض يوريه. قعد يمشي بتاع 3 ساعات ماشيين وسط الجبال حتى وصل الى قمه الجبل. اول ما وصل على قمه الجبل فهو بقى شاف. قال له فين بقى كابتن؟ قال له خلاص احنا وصلنا. قال له فين؟ فين المكان؟ قال له
قال له المنظر الطبيعي يعني؟ قال له لا تحت رجلك. فبص تحت رجله الأول ده قال له الورده؟ قال له لا الطوبه. الورده كان جنبيها طوبه، مسك الطوبه حطها في ايد الولد وعطاه له ظهره ومشي. الولد ده بص الطوبه بص للمدرب 3 ساعات مشوا في الاخر اديني طوبه ده. فبص له قال له مالك ايه؟ قال له مالي؟ 3 ساعات مشي وفي الاخر اديني طوبه. قال له انت مالك مضايق ايه؟ قال له ده انا ضاع. قال له انت مالك ايه اللي حصل؟ قال له ما فين الحاجه اللي عملها؟ قال له هي الطوبه كنت عايز اعملها. قال له انت حاسس بايه دلوقتي؟ قال له خطأ هنا. قال له طب وانت في السكه كنت حاسس بايه؟ انا كنت سعيد جدا ان انا اشوف حاجه. فاعترض ومشي. الولد فهم المعنى. المعنى ان قمه السعاده مش ان انا اوصل لهدفي. قمه السعاده ان انا اسعى لهدفي. خلي بالك. قمه السعاده ليست في وصول الهدف، انما في السعي للهدف وليست في تحقيقه فحسب. قمه السعاده ان انا اسعى ان انا اوصل للهدف، من الرائع ان انا اوصل له، بس من الاروع ان انا احاول. خلي بالك. مثال، واحد حط مستهدف قدامه ان شاء الله فاكر ان شاء الله ربنا يعينه، اول دواء لعلاج الضغط انا هكون في التيم اللي هيعملوه. ناس فكرتها كده دلوقتي. واحد يقول لا انا اول دواء للسكر انا هكون في التيم اللي هيعملوه. واحد ثالث انا هتخصص في دواء السرطان هكون اول واحد يعمله. ده تخصصي. دكتور شريف حسن عباس صاحب فرق الادويه كنت مره قاعد معاه فبيقول لي قال لي ماجد احنا ما عندناش ولا دواء في ضغط او سكر او سرطان. قلت له ازاي يا دكتور الكلام ده؟ الادويه اللي كنت بتاعت مصر دي. قال لي ان احنا بناخد الماده الخام كلها من بره ونعبي هنا بس. قال لي لو الحنفيه اللي بره دي وقفت اهالينا يموتوا. كان عندنا ابن البيطار عمل ادويه كتير جدا بس احنا ما عملناش عليه. محتاجين طالب في صيدله مجموعه من الطلبه يتصرفوا على فكره. الكليات هتعلمكم نظري كتير. عمل ايه التنصير بقى؟ ربنا يوريك يا رب. انما ما حدش هيقدر يعلمك ازاي تقدر تصنع بجد. علم نفسك فيه. الوسائل المتاحه لوصول الهدف دايما لما بتحط الهدف قدامك تيجي رسائل. يعني اوعى تحط الفلوس على احنا شعب يعشق العوائق. اصل مفيش فلوس، مفيش امكانيات. اصل تعمل لو معاك فلوس كنت اعمل واعمل يا فندم. الفكره الحلوه بتجيب فلوسها. عمر الفلوس ما تجيب الفكره الحلوه. وصلت؟ ناخد لعبه. مين يحب يلعب معانا؟ يا نهار ابيض. طيب هي اما بنات او ولاد؟ ناخدها بالديمقراطيه. طبعا الراجل بنفرين والبنت بخط. ماشي؟ هنستاذنكم عايزين 10 بنات يجي يشرفونا هنا. ماشي؟ الموضوع عنه